راح نجرب أغرب 7 أكلات مع السمك بين قوسين سمك. نبدي بسمك كباب. المكونات طبعا أهم شيء شفوف. طبعا بشيف محمد يساعدنا بالمكونات. طبعا أول واحد السمك، ثاني مكونات هو معدنوس، وأخير هو بهارات. طبعا لازم ينخلط كل مكونات كلش زين. طبعا بهذه الطريقة راح يكون ان شاء الله يضبط. طبعا ما قدرنا نسوي بالشيش، راح نسويها بغير شيء. ننتقل للأكلة الثانية وهو بدال لحم بعجين راح نسوي سمك بعجين. طبعا ننتقل للحشو سمك بعجين. أول مرة سمك شيء أكيد، وبعدين بهارات، وآخر شيء معجون وزيت وطماطم. طبعا ما نستعمل بأي لا بكباب ولا بالسمك بصل لأن ما نحب البصل. طبعا نفس الشيء نخلط كل المكونات كلش زين. طبعا بهذه الطريقة راح نسوي. طبعا ونسيت أقول بالنهاية راح نقيم كلها، نشوف هل يطلع مثلا سمك بعجين أطيب من اللحم بعجين لو لا. ننتقل للأكلة الثالثة وهو صاج بالسمك. طبعا حاليا صاج بالسمك. طبعا نسيت أقول طبعا باقي بعد دولمة بالسمك وبيتزا مع السمك، يعني أكلات حرفيا راح يصير غريبة كلش. طبعا كلش بسيطة، هو سمك وبطاطس. طبعا ما نستعمل أي صلصة. ما استعملنا اي صلصات. طبعا نعتذر شوية بطاطا احترق. طبعا بطاطا، الله 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 الله، مو صاج، انفجار. ننتقل للأكلة اللي بعدها وهو همبرجر. نسوي همبرجر بالسمك. طبعا حاليا همبرجر، طبعا همبرجر كلاسيكية كل شيء ما يصير بها، مجرد سمك طبعا وطماطة راح نخليه وياها مخلل. طبعا بهذه الطريقة. طبعا ننتقل للبورك بالسمك. طبعا حاليا بورك بالسمك. طبعا كلش نفس الشيء كلاسيك. بهذه الطريقة نخليه. طبعا بهذه الطريقة. شيف مو بيدي. انت تسوي فد 4. طبعا بقى فقط دولمة بالسمك وبيتزا بالسمك. طبعا هذول احنا راح نحضرها ونجي نقيمهم. طبعا ننتقل للتقييم والاكل. طبعا واخيرا كملنا كل شيء وحاليا نقيمهم. طبعا نعطي تقييم من 10. تمام لكل اكل. طبعا بها الجبنة هم، وهذا السمك، هذا الأحمر لأكلها. بسم الله نشوف. طبعا ايش قد تنطي؟ 8 من 10. 8. أنا بالنسبة لي 6 من 10 للبيتزا بالسمك. طبعا نكمل بالهمبرجر. لو بورك بالسمك. طبعا بورك بالسمك شيء وكل كم هو بيدك يعني. هذا شنو هذا الثقافة. ايش قد انت؟ 7 من 10. نفس الشيء 7 من 10. يعني سمك بالبورك يعني شوية طيب، يعني مو طيب. نكمل بالصاج.
صاج السمك. طبعا هذا هو الصاج، نقطعها. طبعا بيها بطاطا، نشوف هل يصير طيب لا لا. ايش قد؟ 4 من 10. 4 نفس الشيء. نكمل بالهمبرجر بالسمك. طبعا همبرجر بالصاج. طبعا همبرجر شنو بيها طماطة، سمك ومخلل خيار، يعني ترش خيار. يعني بعد باقي ضلمة بالسمك ولحم بعجين بالسمك وكباب بالسمك، وما ادري اذا باقي لا. ايش قد؟ 6 من 10. أنا بالنسبة لي كان طعمها زين، 8 من 10. نكمل ويا كباب بالسمك. طبعا نعتذر شوية صار أكل عن المنظر. نكمل كباب بالسمك. طبعا سويناه بالفرن، إنه إحنا انطيناها شكل. نكمل نشوف طعمها. طبعا بهذه الشكل صاير. خليل أكل، ما أعتقد طعمها كلش جيد، لأن بيها معدنوس وبهارات. ملح زايد. 1 من 10. 2 من 10. 1 مو طيب أبدا. ننتقل للحم بعجين بالسمك. لا، سمك بالعجين. طبعا هم نقصها مثل لحم بيتزا، أعتقد أفضل. طبعا حشو كلش هواي خلينا، هو غلط أعتقد، مو لهذه الدرجة. نشوف طعمها. طبعا بهذه الشكل. ايش قد؟ 3 من 10. 2 من 10. هم مو طيب هذا، وكباب حاليا ابدا مو طيب. ننتقل للآخر شي وهو دولمة بالسمك. وهذا هو الدولمة بالسمك. طبعا هيك اشوف السمك بهذه الشكل. يلا 5 من 10. 5. أنا 5 من 10. أفضل 3 أكلات مع السمك أنت اختار. بيتزا إيه وبورك إيه. وهمبرجر. أني أول مرة بورك، ثاني شي همبرجر، ثالث شي بيتزا، وبقية صراحة مو هلقد طعمها حلو. طبعا حرفيا هذول أغرب أكلات بالسمك، مثلا دولمة بالسمك وبيتزا بالسمك وهمبرجر بالسمك، مو هلقد غريب ولكن هم يبقى غريب. وعندنا بورك بالسمك ولحم بعجين بالسمك. طبعا إذا عجبكم فيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي. طبعا إن شاء الله ما نروح للمستشفى، لأن حرفيا أكلنا أكلات عجيب وغريب. اي والله، واحد عجيب من الثاني. وان شاء الله اشوفكم بالفيديو.